السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطارنا مع بعض. النهارده هنعمل فراخ بروست. انا جبت فرختين، غسلتهم ونقعتهم في المحلول، وبعد كده شطفتهم وسبتهم في النصف يصفوا من المية اللي فيهم. انا هنا جبت الدقيق ونزلت فيه ببولة كبيرة. الدقيق بيكون على حسب الكمية اللي انتي عاملاها، على قد فرخة، على قد نص، على قد اتنين. نزلت بالدقيق وهننزل بكل المحتويات الجافة مع بعض. انا كده ضفت مكعبين مرقة، لان عاملة فرختين. لو فرخة ضيفي مكعب واحد ما فيش مشكلة يعني. وهننزل بالنشا. النشا مش هنكتر نشا. النشا هنعمل 3 معالق مثلا او 4 على الفرختين، لان كتر النشا مع الفراخ البروست ما بتبقاش كويسة، ما بتمسكش الكفر على الفراخ. وهننزل بعد كده بالبهارات بتاعتنا. هننزل بقى بالكزبرة، وهننزل بالسبع بهارات، وهنضيف بصل بودر، وهنضيف توم باودر، وهنضيف حبة حبهان مطحون، بس ما نكترش عشان بيدي الأكل مرارة. هنحط شوية قليلة منه. وهننزل بالكركم، ولو في زعفران، بودرة زعفران تبقى جميلة أحسن من الكركم، وبابريكا مدخنة. وهنضيف الملح بعد كده، بس يا ريت الملح ما بيبقاش كتير، ما تضيفيش الملح كتير، لأن الملح مع كمية البهارات اللي احنا ضفناها دي بيخلي الأكل مالح. انت تتحكمي بقى في الملح، اعملي حسابك ان البهارات بتعمل مادة كده حدقان في الأكل، فاظبطي الملح معاكي. بس كده نقلب كل المحتويات الجافة مع بعض، وبعد كده تكوني انت محضرة اللبن بقى. هننزل بقى بالمواد السائلة مع بعض. هنا ضفت الملح، احنا اتفقنا ان احنا مش هنضيف ملح كتير. بعد كده هنقلبهم في بعض جامد، وهننزل بالمكونات السائلة. انا هنا ضفت لبن، بس ما ضفتش معاه ميه ولا حاجه. بس لو مش متاح لبن، عادي ممكن تستعملي ميه، او ممكن تستعملي ميه ولبن مع بعض. هي الفكره في اللبن ان بيخلي الفراخ طريه وبتستوي بسرعه، بيخلي الانسجه بتاعتها طريه وبيستوي معاك بسرعه وما بتتحرقش. نضيف كده مع بعض كله، وبعد كده نقلبه تقليبه كويسه مع بعض. بس كده، وبعد كده تكون انتي غاسلة الفراخ بقى ومجهزاها. الكركم ده هيديك اللون اللي بيبقى على الفراخ الكريسبي. والمكون بقى اللي مش كل الناس ممكن تعرفه، اللي هي التوم المطحون. التوم ده جبت فصين توم ودقيتهم وحطيتهم مع الخلطة دي، بيدي الفراخ البروست، بيديها طعم وبينقلها مكان تاني خالص، بيخليها طعمها جميل. هنا انا ايه، بدوب كل المحتويات كلهم مع بعض، وما بخليش حاجة متكتلة في الخلطة دي. وهننزل كده، احنا جبنا الفراخ، والفراخ غسلتها وقطعتها صغير. الفراخ ما بتبقاش ارباع على بعض علشان تستوي. الفراخ بنقطعها كذا قطعة صغيرة، وبنعمل فتحات في الفراخ علشان يدخل فيها المكونات دي، مكونات الخلطة بتاعتها، ويبقى لها طعم وتستوي بسرعة. كده أنا هنزل بالفراخ كلها، ونقلب بقى مع بعض كل المكونات دي. أنا كده عاملة كمية، كل واحد على حسب الرغبة بتاعته، على حسب عدد أسرته. أنا كده نزلت بكل الخلطة اللي عندي، ونغطيها جامد، نغطيها ما نسيبهاش من فوق ما فيهاش التتبيلة، لا لازم تبقى كلها جوه التتبيلة عشان تديها طعم، ويبقى كله متبل نفس الطعم، ما تبقاش حتة فيها خلطة والحتة التانية ما فيهاش. لازم كده نغطيها بالخلطة بتاعتها. بس كده، أنا الكمية دي بحب أغطي كل الفراخ بالكمية. كده نغطيها ونسيبها ساعتين 3 4 على حسب انتي ما بتشتغلي فيها امتى. هنا هنشتغل بقى في المكونات الجافة الكريسبي، اللي هي هننزل بالفراخ بيها، ونبتدي ننزل بالزيت. هنا انا جبت دقيق، وطبعا انا دقيق كتير علشان الكمية. ونزلت بالنشا. برضو ما تكتريش نشا، لان ده الغلاف الخارجي للفراخ. لو كترت النشا مش هيمسك على الفراخ، ويديكي القرمشة اللي انتي بتحبيها في الفراخ الكريسبي. وهنا هنضيف كل البهارات اللي انا ضفتها في الاول مع الخلطة اللي انا نزلت بيها بالفراخ. هننزل بالبابريكا والفلفل الاسود والكزبرة والثوم البودر والبصل البودر، وننزل بالحبهان المطحون،
وملح برضو، وما تكتريش برضو ملح، بس نضيف كل البهارات اللي انا ضفتها في الاول، استثنى بس مش هضيف مرقة دجاج. وكده بعد كده هضيف الملح، يعني ايه، الواحد بيحاول الملح يتحكم فيه بنفسه. الحاجة لما بتطلع عدمة أحسن ما تطلع مالحة زيادة عن اللزوم ما بتتحكميش فيها بعد كده. نقلب كل المحتويات دي كلها مع بعض علشان دي، والكركم بقى هنا المكون الأساسي عشان يديك اللون اللي على طبقة الفراخ. أنا بصراحة في الفراخ البروست دي بحب أستعمل بودرة الزعفران لأنها بيديكي صفار لون كده، لون الكريسبي الحلو. أنا كده ما كانش عندي فاستعملت كركم فأدى الغرض برضو يعني. قلبتهم كلهم مع بعض. انا كده كان عدى حوالي 5 ساعات ان انا متبلة الفراخ يعني، فكده تمام، اخدت من طعم التتبيلة وطعم البهارات اللي انا ضفتها. هنا نقلب المكونات كلها كويس وننزل بيها كده نتبلها علشان ما تبقاش حتة فيها بهارات وحتة ما فيهاش، لازم تتبل كلها مع بعض. ولو تلاحظوا انا دي لي فترة بقلب فيها جامد علشان كل المكونات تختلط مع بعض. انا هنا جبت الفراخ، وبقول لكم ان انا نسيت اقول لكم على قوام الخلطة. قوام الخلطة ما بيبقاش طري خالص خفيف خالص ولا تقيل خالص، بيبقى وسط، بحيث ان انا لو شلت الفرخة كده من التتبيلة بيبقى موجودة التتبيلة على جلد الفراخ والفراخ، شايفين؟ بيبقى لازم تبقى كلها مغلفة بالتتبيلة كده. انا هنزل بيها في الدقيق والخلطة وما بضغطش عليها. الفراخ البروست ما بتضغطيش عليها بين ايديكي كده وتعمليها كده، تقلبيها في الدقيق بين ايديكي كده على صوابعك. اذا كبستيها كده زي البانيه ما بتنفعش، بيفشل منك البروست. وعلى فكرة البروست ما تتبلهوش مرة واحدة زي البانيه، لا البروست قطعتين قطعتين وتنزلي بيهم في الزيت. انا هنا جبت الحله اللي انا بستعمل فيها البروست، ولازم الزيت يغطي الفراخ، كميه زيت محترمه كده في الحله، والزيت يبقى ساخن جدا ويبقى زيت كتير. وانت اللي حاليا اول ما تنزلي بالفراخ تبقى النار عاليه كده، تنزلي بالفراخ. والفراخ في الفراخ البروست دي ما بتلزقش في بعض، كل بينها وبين كل قطعة مسافة. انا كده نزلت بيهم وسبتها تشد شوية ووطيت عليهم خليت النار وسط وقلبتها بعد كده. اول ما تشد معاكي قلبيها وخلي برضو النار وسط، تفضلي كل شوية تقلبي فيها بس بعد ما تشد علشان الكفر ما يقعش منك. تسيبيها شوية تنشف من تحت تقلبيها، وبعد كده تقلبيها على الناحية التانية لحد لما توصلي للون الفراخ اللي يحسسك ان انت خلاص الفراخ كده طابت وتبقي راضية على سواها. شايفين انا الفراخ بتاعتي اهي استوت كده خلاص تمام. الفراخ دي تطلع على حاجة زي مصفى كده، او لو عندك متاح الشبكة اللي بتطلع عليها الحاجة المقلية تبقى تمام عشان الزيت يتصفى. البروست من اسباب فشله انك تجيبي تطلعيه من الزيت على الفراخ على المناديل الورق، لا ده غلط كده خالص. وانا كده خلصت الكمية، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسونيش باللايك.